لو حصل تسريب نووي حالا بقول لك لازم تمشي وتسيب كل حاجة حتى كلبك. هتسيبه؟ ده اللي حصل فعلا لسكان مدينة بريبيات سنة 1986 لما انفجر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبل النووية. الناس انطلب منهم يخلوا بيوتهم في خلال ساعات، ما كانش مسموح ياخدوا معاهم أي حاجة حتى كلابهم، علشان السلطات كانت شايفة إن هم ممكن ينقلوا التلوث الإشعاعي. ومش بس كده، السلطات بعد كده رجعت وحاولت تقتل كل الحيوانات اللي موجودة في المنطقة، حتى الكلاب اللي كانت مستنية أصحابها على باب بيوتها اتقتلت. ولكن لأن المنطقة كانت كبيرة جدا، حوالي 2600 كيلومتر مربع تقريبا قد مساحة اسكندرية، فكان من الصعب ان هم يقتلوا فعلا كل حيوان موجود هناك. وتمكنت بعض الكلاب من ان هي تهرب من الحكم بالإعدام، وفضلت الكلاب عايشة في المدينة المهجورة وسط الخراب، لا بيوت لا أصحاب، وفي ظروف جوية قاسية في البرد القارس. وبرغم كل ده قدرت ان هي تنجو، معتمدة على شوية حاجات من الطبيعة وشوية فتات من بعض العواجيز اللي قدروا يتسللوا للمدينة رغم الحظر من حبهم في بلدهم وارتباطهم بذكرياتها، واللي أغلبهم ماتوا بعدين. والكلاب اتحرمت حتى من الفتات، وطبعا كان ممنوع ان هم يخرجوا من المنطقة المحظورة ولو حتى على سبيل التبني. وفي 2018 والأول مرة بتسمح السلطات بتبني الكلاب خارج المنطقة المحظورة، بعد ما اكتشفوا ان أغلب التلوث الإشعاعي كان خارجي مش جوه الجسم، وبيتنظف بطرق خاصة وبسيطة. ومن الغريب ان العلماء لقوا تغيرات جينية في الكلاب دي بسبب الانعزال والضغط المستمر على البقاء، وطبعا الظروف القاسية. لكن اللي كان فعلا ملفت ان الكلاب دي ورغم كل اللي شافته من هجر اصحابها ليها، الظروف القاسية، قلة الأكل، لكنها ما كانتش عدوانية أبدا، بالعكس كانت بتقرب من أي تواجد بشري في المنطقة، واللي كان متمثل في عمال المفاعل اللي كانوا لسه بيفككوه والحراس اللي موجودين هناك. رغم الظروف القاسية كانت الكلاب لسه بتدور على الإنسان ولسه بتفضل صحبته. وفي عز الإشعاع رجعت قصة الاستئناس القديمة ترجع من تاني. الكلب اللي اختار الإنسان أول مرة وسط نار الغابة رجع يختاره تاني وسط نار الإشعاع.